الو، السلام عليكم. شلشوب همام معاك يا ريس. ازاي حالك ابو دماغ؟ الله يخليك يا باشا. الف مبروك، الف 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 مبروك للبراءة يا ريس. والله العظيم انا اكتر واحد فرحت لك بالبراءة دي. لا سيبك من الشعب ده، شعب ابن وسخه، انت عارف وحدي كمان، انت طول عمرك واخد بالك خير 30 سنه وانت تخدم فيهم وما يكملش فيهم حاجه. لا والله يا ريس، ده الحمد لله واخد البال سعادتك. هم اللي شافوه الايام دي عرفوا بقيمتك. وكان دي يعني انت اللي عملتهم لعيالك، يعني ال 300 مليار يورو دول يعني عملوا ايه يعني؟ ولا حاجه. الله يستر عليك يا ريس، والله العظيم ثلاثة الشعب المصري كله دي وسخ وما يكمل في حاجه. ايوه والله عارف يا ريس. المدام عامله ايه؟ ماما سوزان الحمد لله فتحت محل دبان في المعاد. ايوه اللهم صل على النبي. لا هي طول عمرها شقيانه وكفاءه. والله الجد ماله علاء يجيبوا عيش ولد عشيه، انا سالتهم عليك برضه، كانوا عاقفين هنا عند الفرن هيجيبوا عيش وروح برضه، لقيت الدنيا زحمه رحت جبت لهم انا. ولا يهمك يا ريس، والله العظيم ثلاثه كتر خيرك. ايوه انت في شرم الشيخ دلوقتي ولا فين؟ اه. وعلاء ودمال ما دمعت لهمش مشروع، فتحوا محل كاوتش. والله كتر خيرك يا ريس، وانت ما فيش مشروع قدامك ولا حاجه؟ اه. ف... والله الف الف مبروك للمشروع برضه يا ريس. الله يستر عليك. فتحت قهوه في المعاية، والله عارف انك انت بتحب العمل. صح في واحد اسالك عليه عيل ابن شرموطه واطي ومبطل السرقه وشتومه في الناس النهار كله. الواد اللي اسمه مقتدى منصور ده، لا ده عيل هلس وطبعا ده شغل اونطه ده مش بتاع كوره. ماله مال السياسه هو. اه. ومصطفى بكري ده عيل برضه ابن وسخه. لا وفي اتنين برضه واد اعلامي اسمه عمرو اديب، هو هيقول قال اللي معترض على حكم السيسي يمشي. اه. لا يا ريس، والله العظيم يا ابو علاء ماما سوزان كانت متبهيه لرعايه الطفل، واخد بال سعادتك. انا عارف والله اللي عملته في شارع الهرم انت ما حد عمله. يكفيك انك انت واخد بالك شغلت الناس، واخد بالك السكسيات نزلت البلد والصور القذاره والافلام الوسخه وكل حاجه كانت موجوده على عهدك، امال انت عارف ايه؟ لا القران الناس هتعمل بايه؟ كفايه اديك اديك في الدركن تركن وحشبشب ضاع. في حد غنى احا برضه يا ريس؟ هو كانش على عهدك الحاجات دي. لا. انا الواد اللي اسمه مقتدى منصور دي كانوا عاقرين ورا الزراعه، واخد بالك لابس بوكسر بني وبرضه كلام وسخ. عيال كذره بتسوي صوره مصر قدام الشعوب العربيه. ورئيس السودان واخد بالك النهارده راح يبيضوه ما نفعش، الورنيش بتاعه صبغ اسمه الثاني برضه. ولا يهمك يا ريس، ربنا يكفيك شر الوسع وبعد عنك الستر، وروح الفلوس اللي سرقتها من مصر كلها ان شاء الله تضيعها في القصر ان شاء الله.